أعزائي مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من داخل المؤسسة القومية للتنمية والأسرة والمجتمع ومهرجان العربي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع جمعية الفائز للعلوم الإنسانية. ويسعدنا وشرفنا أن نلتقي ب المستشار عز الدين. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك. عرفنا بنفسك أكتر للسادة المشاهدين. انا المستشار عز الدين عبد ربه، وبشرف برئاسة جمعية الدنيا للتنمية في الجيزة. اهلا وسهلا بك يا فندم، منور الدنيا ومنور الاجواء النهارده في المؤتمر. احكي لنا بقى على لفت انتباهك النهارده في اثناء حضورك في المؤتمر وتكريمك النهارده العظيم. الف الف مبروك طبعا على التكريم العظيم. النهارده الحقيقة كان في تجمع لكوكبة من أهل العلم، وكل واحد قال لنا وادانا جزء من علمه، فكان يوم ممتع قوي، وكان مليان بالمعلومات ومليان بكل أنواع العلوم، المعرفة والعلوم العلوم الإنسانية، علوم إنسانية وعلوم طبيعية. اتكلمنا الحقيقة في حاجات كتيرة، والبحوث العلمية والبحوث علمية دي طبعا. والحقيقة احنا بنشكر الفريق اللي قام على تنظيم المؤتمر ده وتنظيم المهرجان اللي احنا حضرناه النهارده. بالنسبه لحضرتك المؤتمر النهارده يمكن في صرح عظيم حضر النهارده للحضور طبعا من ذوي الاحتياجات الخاصه، وكان بتلقوا الضوء وسلطين الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصه، حتى يمكن في مواهب منهم سامع ان في طبعا انشاد ديني واصوات حلوه وفنانين وبتاع. احكي لنا عن لفت انتباهك برضو من الحته الجزئيه دي. كلهم لفتوا انتباهي لانه ذوي الاحتياجات الخاصه الحقيقه مليانين مواهب، وعندهم مواهب وقدرات كتيرة قوي، فبالتالي من السهل قوي انك تفرز وتطلع منهم قدرات ومواهب. فالنهاردة احنا لقينا جزء من ده، ولا شك انه المؤتمر ألقى عليه الضوء، والحقيقة كلهم كانوا ممتازين. فبرافو على اللي قدر انه هو يستخلص المواهب والقدرات دي من عندهم. احنا بنشكر حضرتك النهارده من مقر المؤسسه، وان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق والمزيد من النجاح والتألق، وان شاء الله من لقاء لقاء ونعمل معاك لقاء تاني ان شاء الله يا فندم. المزيد من النجاح اليكم، وشكرا جزيلا. شكرا يا فندم ليك، شكرا، تحياتي ليك.